كيف علاقتك بالمسيحيين بمصر؟ يعني كبيرة جدا. ما بتعتبرهم كفار؟ أصل اعتبار، أنا سمعتك وأنت بتتكلم في الموضوع ده من قبل. ما معنى عقيدة؟ العقيدة معناها اختلاف عقيدة عن عقيدة. سمعتني مع من؟ والله لا أتذكر، إنما لا ما أعتقدش، أنا ربما لم أسمع الحلقة لما شعبان، لكن أنا سمعت في مرة من المرات أنك تناقش هذه المسألة. هذا الموضوع يا أستاذ توني، أنت تعلم أن المسيحي يرى أن المسيح عليه السلام هو الله. اليهودي ماذا يرى المسيح؟ يراه والعياذ بالله سيدنا المسيح، سيدنا وتاج رؤوسنا جميعا، يراه ابن زنا. كيف للمسيح أن يستسيغ عقيدة ترى ربه ابن زنا؟ فالعقيدة طبيعتها أنها اختلاف في الاعتقاد. فلما أجي النهاردة أقول كيف ترى يا مسلم أن المسيح اعتقاد آخر، كأنني أقول له كيف ترى أن الشرق غير الغرب أو الشمال غير الجنوب، أو شيء طبيعي هذا الاختلاف. ولذلك ثقافتنا كلما ارتقت كلما أدركنا أنه بالعكس، أنا أعرف أن عقيدتك غير عقيدتي، لكني أدافع عن حقك فيها وأنت كذلك. هذا هو الطبيعي جدا. إنما أن نرى أنه لا واحد، لا مش واحد إلا إذا طلبت من المسيح أن يرى مريم عليها السلام برؤية اليهود وهم يرونها، قاتلهم الله، يرونها زانية. ولذلك أنا ما زعلش إن المسيح يرى أن المسلم لا يدخل الجنة إلا إذا اعترف بالمسيح ليخلصه. دي عقيدته، شيء طبيعي. إحنا بس العالم الثالث عندنا هنا، ده العالم الثالث، التخلف الثقافي. نعم. اللي هو أنه يرى أنه اختلاف العقائد هذه نظرتك للمسيحي ونظرتك لليهودي ونظرتك للمسلم اليوم.